الجو برد قوي. بصوا السما، الدنيا اصلا قاعده تمطر من الصبح. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم حاجه. عايزه اقول لكم يا جماعه، ما تبصوش لحياه حد. كل واحد عنده حاجه، ولو حاجه واحده حلوه في حياته فهو دافع قصادها ودافع تمنها مليون حاجه تانية. ماشي. يعني ربنا بيوزع الارزاق، كل واحد ليه 24 قيراط. ال 24 قيراط دول متوزعين على كل واحد بطريقه معينه. ربنا ما بيظلمش حد، ومعنى ان حد يشوف عند حد حاجه ويستكترها عليه، او الحاجه دي مش عنده فيزعل، فهو كده بيعترض. هو بيعترض على توزيع ارزاق ربنا. ماشي. يعني ربنا بيوزع الارزاق، كل واحد عنده 24 قيراط. في اللي واخد 15 صحه و10 فلوس والباقي عيال. في اللي واخد شغل كويس بمرتب مرتاح، بعيشه كويسه، ببيت كويس. كل واحد ربنا مديله رزقه. انت عندك حاجه هي مش عندي، فانا عندي حاجه تانية هي مش عندك. فاحنا ما ينفعش نبص لبعض في كل حاجه مش موجوده. يعني ما ينفعش انا ابص عند حد على الحاجه اللي مش موجوده عندي، ما ينفعش. فانتوا لما تيجوا تشوفوا حد عنده حاجه كويسه، بصوا على الحاجه اللي مش كويسه اللي عنده كمان. بصوا على الحاجه اللي عندك وهي مش عنده، ما تبصش على الحاجه اللي عنده وهي مش عندك. فانا مش عارفه اقول لكم ايه، بس يعني الناس اللي بتبص في حياه بعض، انتوا بتشوفوا الظاهر بس. يعني لو في واحد ماشي في الشارع كده لابس لبس شيك وحاطط برفن ومتعطر ولابس افخم ساعه وشايل افخم تليفون، انتوا ما تعرفوش هو عنده ايه. يعني هو عنده بلاوي ايه او جابهم ازاي. ممكن يكون عامل جمعيات كتير ومحوش عشان يجيب تليفون هو نفسه فيه من زمان. ممكن يكون هو رفاهياته بالنسبه لك احتياجات واساسيات. ممكن يكون العكس، ممكن يكون انت رفاهياتك اصلا احتياجاتك عند الناس تانية رفاهيات. فاحنا حياتنا مش زي بعض واحنا مش شبه بعض. فبلاش نبص لبعض في حياة بعض. بلاش كل ما نشوف حاجة عند حد نستكترها عليه، ونشوف حاجة هي مش عندنا نبص له فيها. فاحنا ما نعرفش هو دفع قصادها ايه، او تعب عشانها قد ايه، او ربنا خد منه ايه عشان يديله ده. فبس هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم. فانا صورت المقطع ده مخصوص عشان ايه، اقول لكم الكلمتين دول. ما تبصوش للظاهر، ما تبصوش للناس من بره. الناس بتنزل ايه على الفيسبوك او على تيك توك او على يوتيوب او ايا يكن، الناس بتنزل ايه على السوشيال ميديا. كلنا ربنا اللي عالم بينا، كلنا عندنا بلاوي وعندنا هموم وكل حاجه. يعني كل واحد مبتلى. يعني الدنيا دي اصلا دار ابتلاء. فبس هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم. انتوا ما تبصوش لحد في رزقه، في حياته، في طفل عنده، في اي حاجه. في اي حاجه انت ربنا مديك حاجه هي مش عنده، ومديله حاجه هي مش عندك. بس كده.